السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله تكونوا صحاح وعائلاتكم كامل لاباس. صليوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كالعاده رجعت لكم بروتين جديد، صورت لكم الروتين تاع اليوم اللي درته كامل. في هذا اليوم غسلت القش وعطيت لكم بزاف نصائح تاع التقشف، يعني باش تقتصدوا تتقشفوا. بزاف بنات سقساوني كيفاش نتبعوا، يعني نتبعوا حوايج باش نتقشفوا ولا باش نقتصدوا. انا عطيت لكم الافكار الاساسيه للتقشف ولا الاقتصاد كما نقولوا، ودرت معكم هذه البربوشه تاع القمح اللي نديروها احنا الشاويه، نخلطوا بين اللحم الاحمر والقديد. وطبعا احنا الشاويه ماهيش غير هذه هي البربوشه اللي عندنا بزاف انواع تاع البربوشه. كل ما ندير راني نصور لكم ان شاء الله. لا تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم الباهيه، وشكرا شكرا شكرا اللي راهم ديما يعلقوا لي. ربي يحفظكم ويهنيكم ويمد لكم ما تتمنوا ان شاء الله، لانه ديما كي نقرا تعليقاتكم يعجبني الحال ونزيد نحب نزيد نصور وندير لكم حوايج واحد اخرين جدد باش تستفادوا منها. في هذا النهار كي نضت غسلت لما اللي كانوا في الليل ديجا ما غسلتهمش كيما راكم تشوفوا، غسلتهم نظمتهم لهنا ورحت نغسل القش اللي عندي. انا الماشينه لافي تاعي مازال ما جابوها ليش من بعثنا، يعني راني مازلت نغسل بيديا. كيما تشوفوا غسلت البيجامات تاعي لهنا، البيجامه تاع الزوج حطيتها ليه لانه ترمي، ما بنيش باغيه ترمي ليه الحوايج البويض، يعني تريكو دبو حطيتهم لهنا في الجافال وماء وشوي اومو. والطابي جبتو نحطو ليها باش وين نغسل نرمي عليه الماء نكمل نشيتو يعني وحده. وهنا حاطه لي درا تاعي تبديله باش نغسلها بغسله واحده اخرى وحدها. واحده من الحاجات تاع التقشف انكم تجيبوا لي طابي تاعكم تحطوهم وين تكملوا الغسله تشيتوهم بالصابون هذاك اللي يبقى، ماشي لازم ديروا لهم صابون جديد. في نفس الوقت الماء اللي تشلوا به تزيدوا تشلوا فيه لي طابي تاعكم. يعني راني مديت لكم حاجه من تاع التقشف باش من غير ما ترميوش الماء. حنا جامي رمينا هكاك اللي نشلو به والاخر تملي نغسلو به، ديما نغسلو به فيه لي طابي ولا بساطات يكونوا خامجين. مهم ديما نستفادوا من الماء هذاك تاع التشلال. ولا لهنا كملت غسلت كلش وشللتهم الطابي، راني شللته كيما قلت لكم في الماء. خصني هذو البويض لازم نغسلهم بالصابون هذا سيدو باش يجيو بويض. من بعد رحت جبت الكوسميتيك تاعي، ما عنديش لهنا الفوف فيه هذا الدوش، عندي واحد الرف برك حاطه فيه لي شامبوان ابخي شامبوان جيل دوش. البقيه راني دايرتهم في هذا الساكا، والحوايج تاع لي ماسك تاعي والتبريمه والاخر حطيتهم في هذا البورتمونجي باش كي نحتاجهم نجبد منها ديريكت حتى نرحل ان شاء الله ونستيكي اموري. بعد ما كملت شلت القش تاعي كامل رحت درت تنظيف اللافابو. كيما راكم تشوفوا نظفت هذه اللي نغسلو اللي نحط فيها لي بروسادون والمشطه، نظفت هذيك صابونير وهذا ثاني كيما وريت لكم نظفتهم حطيتهم لهنا رتبتهم غسلت لافابو بيان. دوكا جينا لحاجه واحده اخرى تاع الاقتصاد والتقشف. الماء اللي تشلو فيه الاخر خلاص يبقى هكاك نظيف، يعني اللي نشلو فيه القش اخر ديما يبقى نظيف. هذاك هو اللي نسيق به، يعني ما نزيدش نجيب ماء واحد اخر وما نفزتش الماء. اول حاجه اللي تبذروا فيها راهي الماء، يعني ما لازمش تبذروا في الماء كاول حاجه اللي تقتصدوا فيها وتتقشفوا فيها هي الماء. احنا تعلمنا من يما ربي يحفظها ويخليها لنا تاج على راسنا، هي انه الماء الاخر تاع اللي يبقى لنا من نغسل القش يا نسيقوا به يا نغسلوا فيه لي طابي وهاد الحوايج اللي حكيت لكم عليه من قبيلت. انا لهنا جبت الماء الاخر هذاك تاعي زدت فيه شويه صانيبو ونشفت به. نجيب الحوايج اللي قلت لكم تتقشفوا فيهم، رغم انه انا ما نحبش نسميه تقشف، نسميه حسن التسيير ولا عدم التبذير. هذه هي التسميه الصحيحه يعني، بصح احنا ولفنا نقولوا تقشف. يعني التقشف نحسه يدخل في البخل والشح اكثر، واحنا الله يبارك الجزائري ماناش بخلاء وماناش شحيحين خلاص. المهم نروحوا للموضوع سيداتي. لازم الماء كيما قلنا دركاني وريت لكم ديجا فكرة على الماء. عدم تبذير الماء، ما تبذروش الماء لانه هو اصلا نعمة من عند ربي راح نتحاسبوا عليها. هذيك اللي تحكم تحل العين باش تشلل الماعن ولا وتخليها شرشر، المهم ما تديرش باسينة ولا باش تشلل فيها، هذاك اول حاجة تاع التبذير اللي كي نشوف وانا قلبي يضرني. ثاني حاجه كيما وريت لكم في التنشاف وهذا استعملوا الماء تاع اللي يبقى لكم من تشلال الاخر، الا اذا حبيتوا ما تستعملوش. المهم ما تبزعوش الماء بزاف. كاين اللي نشوفوهم يسيقوا المهم ترمي بدون ماء، لا ماشي هكاك تسيق انك تنظفي مليح، ماشي انك تبزعي بزاف الماء.
ثاني حاجة اللي نتقشفوا فيها ولا نحافظوا عليها اللي هي الغاز والكهرباء. يعني التريسيتي مش لازم كل يوم انت مشي على تلفزيون من الصباح لليل وهو يمشي في فارغة فرغا وما كيش قاعدة يعني تتفرجي غير باش تسمعيه من بعيد. ولا ثاني الأجهزة الكهربائية اللي راكم تركبوا فيهم وتخليوهم هكاك، ولا لي لامب اللي يخليو الدار كامل شاعله، تما لي لامب تاعها شاعلين غير هكاك بلا ما يستخدموا هذيك البيت ولا حاجه وهما ديما شاعلين. ثاني عسوا هاد الحوايج بزاف. كاين من الناس اللي ثاني المهم تشري قش جديد، ملاش طال عندها قش بزاف ولا قش ما لبساتوش، ولا المهم انها تخرج تشري قش. هذا هو، هذا تما نزيدو نحيوه من لا ليست. التقش في الاول فيه هاد الملابس ثاني اللي راكم تشريو فيهم غير هكذاك برك. الحاجه اللي نقدروا نقتصدوا فيها ولا نتقشفوا ثاني مواد التنظيف. مواد التنظيف تقدروا تشريو بالخمسة لتر هذوك من المصانع، ولا كل وحده تشوف في الولايه تاعها ورشه ولا مصنع ولا مهم يخدموا مواد التنظيف، وتسقسي على الماركه المليحه في ولايتك وشري تاع 5 اطرات. مثلا صابون غسل اليدين نشري هذوك تاع 3 اطرات ولا 5 اطرات، كيف تاع غسل الملابس، كيف تاع الاواني. المهم يكون ماركه مليحه باش ما يقلقكمش. انا واحده من الناس اللي اذا ما يرغيش يدير لي قلقه كبيره. المهم قلت لكم اشريو بالكونتيتي كبيره، راح يعني يكون بسعر اقل من انه كي تشريو هذوك لي بواط صغار. نروحوا للاكل. الاكل يا جماعه ما ترميوهش. الاكل اللي كي ترميوه راهو يقلل حتى البركه في البيت تروح، لانه راهو اكل نعمه من عند ربي، تروحوا ترميوها في لابوبال. كيفاه ديري باش ما ترميهاش؟ يا تخليها للوجبه التاليه، يعني في الوجبه مثلا درتي في الغداء يبقى كملوه في العشاء، ولا حطيه في الكونجلي. قال اذا عندك هكا كميه بقات الكميه مليحه ديريه في الكونجلي. نهار اللي ديري الميناج الكبير للدار ولا نهار تكوني مريضه تجبديه تحطيه لهم ياكلوا. وعلى بالي هنا بزاف راح ينتقدوني يقولوا لي ماكله تاع كونجلي وكذا. انا هذه الفكره راني نديرها الكونجلي سمانه ما عندي حتى مشكل. كي نجبدها نلقاها هكاك جديده لانه نحطها وهي جديده. هذه انا فكره نديرها وانتم دبر راسكم. ثاني كاينه حاجه في الاكل اعاده تدوير، تما حاجه هذيك تقدروا تستخدموها في تبدلوا لها الفكره وتردوها اكله واحده اخرى. يعني ما ترميوهاش وتبدلوا لها تزيدوا فيها ولا تنقصوا. المهم ماكم نتوما تعرفوا هذا الفكاير. وبغيتوا ندير لكم فيديو على الاكلات اللي نقدروا نفكروا فيهم ندير لكم. حاجة أخرى هي القضيان تاع الشهر كامل بالنسبة للمواد الغذائية، خاصة إلا كنتي كيفي نشري بعيني. يعني كي ندخل للسوبيرات اللي تعجبني نهزها، نلقى روحي رايحة على جال حاجة نولي نشري 5 ولا 6 حاجات لمجرد أني هذه عجبتني وهذه راح نجربها وهذه جات جديدة، ونلقى روحي صارفة أكثر. يعني صارفة أكثر ما أنا حاطة في البيجي تاعي. بصح كي تروحي للسوبيرات وانتيا مدايره لا ليست تاعك وتروحي مره ولا مرتين في الشهر برك، ديجا نقصت عليا هذيك العاده تاع الصرف والتبذير هذاك تاع شفت هذه وعجبتني هذه. يعني كي تعجبني حاجه في الشهر ولا حاجتين خير ما تعجبني كل يومين ولا كل 3 نزيد نجيب حاجات واحد اخرين مع اللي راح نقضيها انا. يعني ندير قائمه ونروح نقضي واش فيها بالمبلغ اللي حددته في تقسيم الميزانيه، ومن بعد معليش إلا زدت حاجه ولا زوج كيما قلت لكم. ونجيب ثاني للقضيان تاع الاسبوع اللي هو الخضره واللحم وكذا. اللحم راكم نتوما بانت لي تعرفوا تقسموا الدجاجه تاعكم ولا اللحم كي تجيبوه. راني درت ديجا فيديو كيفاش نقسم انا الدجاجه، كيفاش نقسم الصدر تاع الدجاج اللي قداه ناكله. اما الخضر كي يجيب لك الخضره ولا كي تجيبي الخضره ديما نبداو بالحاجه اللي تشوفوها طايبه، اللي نشوفوها راح تفزد. كاين الناس واحد اخرين كي تحلي الفريجيدار تاعها تلقاي مخليه هذيك الحبه تاع الطماطم مثلا شافت فيها نقره ما عجبتهاش مخليتها. ديما تخليها حتى يوليو الحبات الاخرين هي تفسد وتزيد تفسد معاها حبات اخرين. لا تبداي بالحبه الطايبه ولا الحبه اللي فيها نقره ولا اللي فيها بدات تخماج ولا هذيك هي اللي نبداو بها. من بعد نروحوا الحبات اللي مازالوا ما طابوش مليح ولا الحبات اللي مازالوا نضاف. في نفس الوقت كي يكونوا خضره واحده اخرى مثلا زاليقو ولا مهم خضره اللي منها بزاف وراح تفسد، قطعي ونظفيها وديريها في الكونجلي. تحتاجيها ليامات اخرين، يعني ماشي لازم هذاك النهار ولا غدوه تستعمليها. المهم تحتاجيها ليامات اخرين باش تكون عندك، خير ما تخليها تذبل وترميها. هذو هما الحاجات اللي دركا جاوني في راسي وتفكرتهم. كاش ما حاجات اخرين ان شاء الله نزيد نتفكرهم نزيد نحطهم لكم في فيديوهات واحده اخرى.
يلا في التعليقات قولوا لي شكون منكم راهي كيتتبع في هذه الخطوات ولا تتبع في هذه النقاط اللي قلتهم لكم. واش من نقطه راكم تتبعوا فيها، واش من نقطه اللي عطيت لكم فكره فيها. يلا راني نستنى في التعليقات تاعكم. اللي تعلق لهنا نعرف باللي راهي تتفرج الفيديوهات تاعي كامل، ماشي غير تفوت دير تطلع عليهم برك وتروح. اللي وصلت معايا لهذا المقطع في الفيديو معناتها راكي صح تتفرج الفيديوهات تاعي كامل. يلا اني نستنى التعليقات. نرجع للروتين تاعي تاع اليوم. يعني حبست حكيت لكم من بعد كي كملت سيقت درت دوديريزون للدار. هذه نشتيها تعجبني بزاف، ريحتها تاع الياسمين. فحفحت الدار بيان. بعد هذا كامل رحت تغديت على الساعتين وصليت صلاتي وريحت شويه باش رحت بديت العشاء. الغدا تاعي كسره كانت من البارح بقات، ومرقه تاع زاليقو ثاني كيف بقات، والفاكهه هذه اللي كانت عندي جبت منها شويه. نجيو للعشاء قلت لكم درت بربوشه تاع القمح بالخضره وباللحم جديد معها القديد. هذه نديروها في حنا الشاويه، ما منيش عارفه المناطق الاخرين اذا يديروها، قولوا لي اذا ديروا كيما حنا ولا لا. المهم البربوشه تاع القمح هاي كيما راكم تشوفوا فيها. هذه انا اصلا نحب البربوشه تاع القمح سواء في بصوص حمراء ولا صوص بيضاء، يعني المرقه البيضاء اللي نديروها احنا تاع الحليب. وهذه البربوشه مدتها لي الوالده ربي يحفظها مفتوله باليد. جبت لهنا بسباس، كانت عندي بسباس نحيت من البسباس، وعندي طماطم وفلفل وبطاطا وزروديه، ومهم الخضره اللي كانت عندي كامل. هذا ثاني طرف تاع اللحم مدته لي الوالده ومعاه القديد. وهذه البرومه تاعي اللي راح نطيب فيها. في هذا الوقت اللي راني نديركم فيه المونتاج المطر راهي تصب. ادعوا معايا اللهم غيثا نافعا يا رب يرزقنا ان شاء الله من خيراتك. هنا في اشوار نجيب البصله والفلفل والثوم والطماطم تاعي نلوحهم كامل نخليهم يترحاو، وفي نفس الوقت نحط اللحم الاحمر تاعي فيه شويه زيت في البرمه نخليه يتقلى شويه. من بعد نزيد نغسل القديد من الملح تاعو هذاك ونزيد نحطه معاه نخليهم يبداو يتقلاو مع بعضهم. ونروح نجيب البربوشه تاعي باش نسومها. ندير فيها شويه ما، هذه اللي مفتوله باليد ندير فيها ما نسيحو. من بعد نعاود ندير فيها الماء نخليه غير فوقها هكا ونخليه يتشرب هذاك الماء. بصح اللي تجيبوها تاع الباكي ما لازمش تشلوها وتعاودوا بالماء. بعد ما تقلى هذاك اللحم تاعي نجيب البصله والثوم والفلفل والطماطم اللي رحيتهم نصبهم عليهم ونخليهم يتقلاو مليح. قبل ما تتكمل تقلى اللحم تاعي نجيب ندير ملح وكزبر وفلفل الكحل عكري حمر وعكري حار والبهارات ذيك المخلطه كيفاش يسميوها راح لي الاسم، راس الحانوت راح لي خلاص من مخي. ونزيد البطاطا والزروديه تاعي نخليهم يطيبوا مع بعضهم يزيدوا يكملوا يتقلاو شويه. والبربوشه تاعيني كل مره نروح نحركها شويه باش تكمل تتشرب هذاك الماء. راهي تقريبا تشربات والماء اللي حطيت لها. شوفوا كيفاش تجي عشقي البربوشه الكحله. انا نقولها بربوشه كحله هي تاع القمح بصح كاع كحله نقولوا بربوشه كحله. كي تتقلى مليح نكون انا وجدت طماطم مصبره. اني ما نديرش بزاف، شوفوا كيفاش راني ندير غير نص اقل من النص تاع المغرفه مع هريسه ونديرهم في الماء نحلهم مليح ونصبهم على لاصوص اللي تكون تقلات لي ديجا كيما شفتوا نصبها عليها. من بعد باش تشوفوا كي قلت لكم التقشف ولا حسن التسيير، انا كي بقات لي المرقه تاع زاليقو من كي تغديت يعني هي من البارح نوضت نحيت منها هذاك اللحم تاع الخروف لانه عاصي شويه وماهوش راح يطيب لي في البرمه. نحيته درته في الكوكوط ولحت عليه يعني خليته يطيب في المرقه هذيك تاع الزاليقو. على واني انه المرقه تاع الزاليقو راهي كي نفسها المرقه تاع البربوشه صوص حمراء عادي وشي هو هذيك زايده فيها زاليقو هذا مكان. هاي باش نقفل الكوكوط عليها على هذاك اللحم يطيب درته في المرقه تاع الزاليقو وطاب ما شاء الله. من بعد القديد راهو طاب في البرمه عادي. هنا كي تكمل تقلى المرقه تاعي تقلات مليح مرقتها بما سخون. مرقوا بالماء سخون مليح باش الخضره تاعكم طيب وتجي الماكله تاعكم بنينه. من بعد جبت الكسكاس البربوشه هذيك راني درت لها شويه زيت ومن بعد حطيتها في الكسكاس باش تفور.
خليت البربوشه تاعي تفور يعني التفويره الاولى، ورحت نوجد في السلطه تاعي. كملت غسلت السلطه تاعي خليتها تقطر، ورحت جبت الحوايج اللي راح ندير سلطه لانه بغيت نديرها سلطه مشكله شويه اليوم. والبربوشه تاعي كانت تفورت، نحيتها من التفويره الاولى. كي نحيها نبخها بشويه ما، شوفوا كيما راكم تشوفوا كنحركوها، احنا نقولوا نبرحوها. ونديروا ندير لها نبخها بشويمه، نملحها ونبخها بشويمه. علاه نبخها بشويمه لانه هذه مفتوله باليد وخشينه، تسمى لازم تشرب شويمه. بصح الرقيقه راهي ما لازمش نديروا لها الماء. انا لهنا درت نص كاس تاع الماء بخيت به، ومن بعد نردها باش تفور التفويره الثانيه. يعني التفويره الاولى كي نحيها ندير لها شويه ملح وشويه ماء ونردها. تزيد التفويره الثانيه كيما درك راكم شفتوا التفويره الثانيه درت لها شويه زبده. هو في الحقيقه احنا نديروا الدهان قديم، بصح لهنا انا ما عنديش دهان قديم، درت شويه زبده وعاودت رديتها تزيد تفور المره الثالثه. اللي يقولوا لي دهان قديم راح تكون فيه الريحه، لا لا ابدا، جامي كانت فيه الريحه، غير تعاودوا تفوروه المره الثانيه بعد تما ما ديروا له الدهان، تعاودوا تفوروه تروح له الريحه هذيك تاع الدهان. السلطه تاعي نحيت اللي نحتاجها، والباقي درتها هكا في صرفيطه وراح نحطها في الفريجيدير باش ما تذليش وتبقى هكاك باهيه تما نستعملها للغدوه. وهذه السلطه تاعي كيفاش وجدتها، واش رايكم؟ وهذه البربوشه تاعي بعد ما فورت حطيتها في الكيلوانه وغطيتها. الحمص حطيته اخر حاجه لانه عندي طايب في الكونجلي كيما قلت لكم المرات اللي قبل. وزدت لحت فلفل حار باش تطلق شويه البنه. يعني كي نحي البربوشه وتكون المرقه ديجا طابت تقريبا طايبه، نلوح الفلفله وهذاك الحمص ويكملوا يطيبوا. وشوفوا كيفاش جا الصحن تاعي، كيفاش زينته. وهذه السلطه ثاني كيفاش زينتها. قولوا لي رايكم في التعليقات، راني من الصباح وانا نقول لكم خليوا لي تعليقات خليوا لي تعليقات، وكون ما نلقاش تعليقات كيفاش ندير لكم. المهم راني غير نضحك معاكم، انا كي نلقى التعليقات تاعكم والله غير يطلع لي المورال، وكي نشوفكم بزاف شفتوا الفيديو يطلع لي المورال. بصح كي ما نلقاش تعليقات نقول الفيديو ما عجبهمش، انا على راني نتعب في روحي، ما كان حتى حاجه راني نقدم فيها. يعني انا اذا قدمت استفاده نفرح، بصح اذا كان الفيديو ما فيه حتى افاده ليكم ما عندي حتى معنى. المهم هذا هو عشانا لنهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبكم الروتين وعجبوكم الافكار اللي عطيت لكم على حسن التسيير وعدم التبذير. كما قلتها ونعاودها، هذا نوع من انواع البربوشه اللي نديروها احنا الشاويه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. نخليكم في امان الله.